السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المشاية اهي، المشاية الرياضية بعد التشطيب. دي آخر فينش ليها. كده احنا فنشناها خلاص. آخر فينش للمشاية. طبعا دي طارات حديد، حاجات كلها محملة. دي طبعا عاملين لها سلة لو انت رايح تسوق أو تجيب أي حاجة فيها بتشال وتتحط. طبعا دي مشاية ممكن تنفعك لو الجو فيه مطر ولا فيه حاجة، ممكن تروح مشاورك عليها من غير ما تتعك طينة ولا مية. انا مشيتها لكم في فيديو قبل كده وهي ماشيه في قلب الطينه. طبعا عملنا لها بقره تزويد تزود بقى تمشي اهي. تمام. طبعا احنا بنساعدها بالمشي برضو، لان انا جايب لها موتور صغير كده. طبعا هي عاوزه موتور كبير عشان يمشيها، لان هي مشيه كبيره. فهو ده اللي لقيته موجود قدامي. فهو عامل لها سرعه كويسه برضو. عملت له تعديل كده وعمل لها سرعه كويسه لغايه لما نجيب لها موتور كبير. بس هي كده سرعتها حلوه. طبعا هنجربها لكم برضو عشان تشوفها وهي ماشيه اهي. طبعا ما تتعبش زي المشي، يعني يمشي عليها ما يتعبش. سريعة طبعا. يعني لو بصينا تلاقي الخطوة مش سريعة بس هي بتجري. الخطوة مش سريعة بس هي سريعة. مشينا بيها حوالي 2 كيلو اهو. يلا نلف يا شباب. رجله شو عم بيقول لك؟ انا جايبه.
برضه الطفل يركبها. ده برضه طفل راكبها اهو. طبعا هي المشية مش واسعة معانا، بس هي سريعة عاتية سرعة في العجل. يعني مثلا ماشي بطيء بس العجلة بتجري. يعني لو رايح مشوار وماشي ماشية عادية توصلك بسرعة، بدل ما توصل مثلا في ربع ساعة بتوصل في 5 دقايق. احنا مشينا حوالي 3 كيلو اهوتي في أقل من 10 دقايق. وطبعا مريحة في المشي، أسهل من المشي كتير. يعني المشي ممكن يتعب، دي لا ما بتتعبش، لأن أنت ماسك ساند عليها وماشي، وهي اللي بتمشي رجلك مش أنت اللي بتمشي. طبعا رياضية رياضية. طبعا يا جماعة ده مش اخر، دي اول عجلة اصنعها ان شاء الله. العجلة اللي جاية طبعا هتبقى اشيك من كده واحسن من كده، ولا صوت ولا اي حاجة من اللي انتوا سامعينها دي ولا اي حاجة. هتبقى فينش عالي ان شاء الله. دي اول تصنيع، بعد كده ان شاء الله التصنيع هيبقى سهل ان شاء الله. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله، هنعملها حاجة اعلى من كده كتير، وهنعمل فينش اعلى من كده باذن الله. فن وتصنيع وتصميم فكري سلام. وشكرا.